سلطة احتفالات اليوم العالمي للحمار 2025 الضوء على تناقص عدد الحمير في مصر بشكل كبير. فبعد أن كانت أعداد الحمير تزيد عن 3 ملايين حمار خلال فترة التسعينيات، تراجعت الآن إلى أقل من 1,000,000 حمار في غضون سنوات قليلة. فما هو سر اختفاء ألف؟ ليه؟ إيه اللي حصل؟ كانت الحمير مشهد عادي في كل قرية وشارع في مصر، وسيلة مواصلات للفلاح وحمل للبضائع وصديق وفية للإنسان الريفي. في أسباب كتير، أولها التطور التكنولوجي، الناس بقت تستخدم التروسيكلات والدراجات النارية بدل الحمار. تاني سبب التهريب والتجارة غير الشرعية، خصوصا بيع جلود الحمير للصين اللي بتستخدمها في تصنيع أدوية تقليدية اسمها إيجياو. الحكومة منعت تصدير الحمير من سنين، لكن السوق السوداء شغالة، ومع قلة الطلب في الريف المربين باءوا يتخلصوا منهم. وأيضا هناك من يعتقد أنها أصبحت تستعمل لحومها في الأكل بدل لحم البقر. هي على مصيبة. ناس كتير هضحك وتقول يعني إيه؟ يعني انقرض الحمار، بس الحقيقة إن اختفاؤه مأساة بيئية واجتماعية. الحمار كان شريك في الزراعة والاقتصاد الريفي لأجيال. هل فعلا ممكن نعيش من غيره، ولا لازم نعيد التفكير قبل فوات الأوان؟ لو أول مرة تسمع عن الموضوع ده، شارك الفيديو واشترك في القناة عشان توصلك حكايات أغرب من الخيال من قلب مصر.